السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد من سلسله جديده على اليوتيوب، وهي منتجات مصريه وتستحق العالميه. فيلا بينا لايك على السريع وسبسكرايب للقناه اول مره تشوفيني. معاكم جيهاد قيشو، ويلا بينا نبدا. عايزه اقول لكم ان ده هيكون بارت 1 بس، لانه لسه هيكون في اجزاء تانية كتير قوي، وبجد البوكس مليان. احنا فعلا عندنا في مصر منتجات بجد تنافس المنتجات العالميه. وعايزه اقول لكم ان الفيديو ده ما فيهوش اي اعلانات خالص لاي حاجه، وانا فعلا في الفيديو ده مش هحط غير كل منتج يكون بالنسبه لي انا ما فيهوش غلطه واحده. يعني عارفين لو في غلطه انا مش هتكلم عنه، لكن على الاقل هي تجربتي انا الشخصيه معاه. كل برودكت هتكلم عليه في الفيديو ده هو فعليا يستحق ان هو ينافس البراندات العالميه. هقسمها لكم طبعا على اجزاء، فخلونا نبدا باول جزء. وعايزه اقول بس نقطتين صغيرين كده، يا ريت يا بنات ما ننساش ابدا ان احنا نتبرع لغزه ان شاء الله. الفيديو ده هو انا النهارده بصوره يوم 1/11، ان شاء الله هحاول ان احنا ما نتاخرش ابدا ان انا انزله. فانا رجاء مني ليكم، لانه حمله التبرعات لغزه يعني تقريبا ما بقتش موجوده دلوقتي. كانت الناس بدات تتكلم عليها وبعدين اختفت. احنا لو مش قادرين نعمل اي حاجه فان احنا نجاهد بالمال، فدي حاجه برضو عظيمه جدا. والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في ايات قرانيه كتير. فبرضو الجهاد بالمال، احنا الشيطان ممكن ساعات يلعب في دماغنا ويقول لنا يعني هو التبرعات دي هتعمل ايه او كده، وما تفكروش برضو هي هتوصل ولا مش هتوصل. ان شاء الله كل حاجه هتوصل، لان هم اكيد هيكونوا محتاجين ملايين. حتى برضو بعد ما الازمه دي ان شاء الله تخلص، برضو هم اكيد هيحتاجوا فلوس كتير جدا علشان كل الدمار اللي حصل ده يرجع تاني يبنوه تاني من اول وجديد. واكيد في اسر كتيره جدا هتكون محتاجه رعايه، اكيد في اطفال ما بقاش عندهم اهل يصرفوا عليهم، فاكيد هيكونوا محتاجين فلوس. فالجهاد بالمال ما يقلش ابدا اهميه عن الجهاد بالنفس، خصوصا ان احنا اصلا ما نقدرش ان احنا نروح نعمل اي حاجه غير ان احنا بس نحط فلوس في المكان ده. فاعتقد ان احنا في اول الشهر وناس كتير منكم ممكن تكون هتقبض، فاتمنى ان انتوا تحطوا جزء من مرتبكم صالح يعني غزه وكده. تاني حاجه دي للكونتنت كرييتور. انا اسفه ان انا بقول كده، بس يا جماعه في الفتره الاخيره بدات الاحظ ان انا عناوين الفيديوز بتاعتي وافكار الفيديوهات بتاعتي بتتسرق، ودي حاجه ما احبهاش. احنا ممكن ناخد فكره ونعملها، ده عادي جدا. كل الناس دلوقتي اصلا عماله تقول بدايل المقاطعه وبدايل المنتجات المستورده، كل الناس بتعمل كده، بس ما حدش قال منتجات مصريه تستحق العالميه. فاللي هياخد الهاشتاج ده هو من غير ما حتى يديني كريدت ان هو اخده مني، فهو كده سرقوا مني. فلو سمحتوا الناس اللي بتدخل تشوف الفيديوز بتاعتي وتاخدها كوبي بيست تعملها، وتاخدها كمان بالعناوين بالظبط بالنص، دي حاجه مش لطيفه خالص ان حد يعملها. خد الفكره زي ما انت عايز، لان الافكار بتاعتنا كلنا وكل واحد بيعملها بطريقته، ولكن سرقه الملكيه الفكريه لشخص معين ان هو اجتهد ان هو يجيب حاجه كده شكلها شيك تظبط مع الناس بشكل معين، ما ينفعش ان حد ياخدها كده من غير ما حتى يذكر حق الملكيه للشخص التاني. فده كده بس كلمتين في السريع. دلوقتي بقى يلا بينا نبدا مع بعض الفيديو بتاعنا. واول برودكت عايزه اكلمكم عنه، لان انا بجد البرودكت ده اللي هيجربه فعلا هيدعي لي، واحنا داخلين على الشتاء واعتقد هينفعكم جدا. وهي البادي باتر بتاعه سولان مور. البادي باتر دي يا جماعه خصوصا اللي بالفانيلا، انا بصراحه ما جربتش اي حاجه تانية، انا بس جربت اللي بالفانيلا. هي ريحتها خفيفه قوي، ريحتها تكاد تكون يعني هي فيها ريحه بس ما بتعملش حتى اي اريتيشن. انا بستعملها بعد الشيفنج عادي جدا. بصوا يعني مخلصه منها كميه كبيره جدا. انا بستعملها بعد الشيفنج ممكن، بس هي في الشتاء بتكون ماسكه شويه، فهي في الصيف بتكون سايحه اكتر، فبنقدر ان احنا يعني نستعملها بشكل اسرع. ولكن عايزه اقول لكم ان انا جت فتره عليا ايدي كانت ناشفه قوي يا بنات، ناشفه لدرجه ان انا كنت بحسب ان انا دي ايدي او ده ملمس ايدي مثلا، خصوصا الحتت دي كده. قلت يعني جايز يكون هو ده بقى ملمس ايدي وخلاص، هعمل ايه؟ بعدين قلت اما اجربها. هي كانت مركونه فعلا عندي، وانا عارفه ان هي حلوه اصلا من زمان، وانا بقول لكم من السنه اللي فاتت تقريبا بقول لكم عليها. وبعدين افتكرتها فقلت اما استعملها يعني اجرب. عايزه اقول لكم ان هي غيرت ملمس جلدي 180 درجه، اللي هو انا بقيت كل شويه حاسس على ايدي من كتر النعومه، فعلا بتنعم الايدين حلو قوي. والاغرب من كده ان هي بتشتغل على جلد الوزه، ودي حاجه انا ما كنتش مستنياها منها وما كنتش متوقعاها اصلا، لانه انا بصراحه حتى ما قريتش الانجريدينتس كلها بشكل كامل، فمعرفش هي فيها يوريا ولا لا، بس هي بتنعم الجلد بشكل وهمي. انتوا لو عايزين بادي باتر، عايزه اقول لكم طبعا ان هي موجوده على نون، وليا اكواد خصم في نون عادي، ولكن انا ما جربتش خالص اي سنت تانية، انا بس جربت الفانيلا. طبعا البلاك فرايداي عايزه اقول لكم برده ان البلاك فرايداي قرب، فاعتقد برده ان كل البراندات المصريه كلها بلا استثناء في منها اصلا بدا خلاص العروض بتاعه البلاك فرايداي. انا هستنى سولان مور هشوف كده هم يعملوا اوفرز ولا لا، هتنزل بكام في الاوفر، وهجيب منها بجد ستوك عندي. مثلا ممكن اجيب منها 2
2 او 3. ممكن 2 اعتقد هيكفوني، بس يعني هعمل حسابي ان انا اشتري منها ستوك، لان هي فعلا خطيره يا بنات. اللي هيجيبها هيدعي لي. تاني حاجه وبرده بحبها قوي وعايزه برده اعمل منها ستوك، انا عندي منها كده واحده وخلصت منها قبل كده كتير وكلمتكم عنها برده، هي الكلينسنج بالم بتاعت براند اسمها سابونشي. دي براند برده صغنونه كده موجوده على انستجرام. الكلينسنج بالم لو مش عارفينه ده حاجه زي البادي باتر كده، زي الزبده، بتدوب وبتسيح كل الميك اب اللي موجود على البشره او حتى السان سكرين، اي حاجه موجوده على بشرتك بتسيحها. بس الميزه فيها ايه بقى؟ ان انت بتستعمليها على بشره جافه تماما، يعني مش بتبلي بشرتك خالص، زي ما هي كده بشرتك بتسيحي بيها كل الميك اب اللي موجود على البشره، وبعد كده تغسليها بالميه على طول بالميه، مش تروحي مثلا تغسليها بالغسول، لا على طول بالميه هتنزل معاكي كل حاجه، وبعد كده بقى تغسلي بشرتك بالغسول. عايزه اقول لكم ان انا ايام لما كنت بستعمل المايسلر كان بيكون عندي هالات سودة تحت عينيا بس من الماسكرا او من الكحل او كده. دلوقتي ما بقاش عندي هالات سودة اصلا، لان انا اللي كانت عندي دي كانت تصبغات. يعني خدوا بالكم ان ساعات الميك اب اصلا هو اللي بيكون عامل هالات سودة. الكلينسنج بالم بجد من الحاجات برضو اللي بتقلل لو انت نتيجه تصبغات، بتكون داخله في الروتين بتاعك طبعا مع كريم عين فيه فيتامين سي او حاجات بتساعد انت تعالجي التصبغات دي، ولكن هي من ضمن الروتين. بجد خطيره يا بنات، كمان سعرها حلو قوي قوي. وثالث حاجه حابه اكلمكم عليها هو طبعا حبيب قلبي وفخر الصناعه المصريه، الدراي اويل بتاع فيفلين. ليه بقول لكم ان ده فخر الصناعه المصريه؟ لانه اولا فيفلين هو اول لوكال براند مصري يعمل دراي اويل. في بعديه كذا لوكال براند عملوا دراي اويل وبصراحه حطوا زيت في ازازه وقالوا عليه ان هو دراي اويل، لكن ده هو الوحيد. انا جربت تقريبا كلهم اللي موجودين في الماركت المصري، فيفلين هو الوحيد اللي عمل دراي اويل زي البراندات العالميه، اللي هو دراي اويل بيتحط على الجسم من غير ما يسيب اي ملمس دهني خالص، ومع ذلك هو بيرطب الجسم كويس جدا جدا وبيديله لمعه حلوه قوي قوي، وكمان ريحته حلوه قوي قوي. استعمالات الدراي اويل لا حصر لها، انا بستعمله علشان يضاعف الترطيب بتاع الجسم. يعني لو عندي اي بادي لوشن ممكن احطه الاول بعد كده احط دراي اويل، بيزود الترطيب بتاع الجسم، كمان بيدي لمعه للجسم كده حلوه قوي قوي. ممثلين لما يبقوا على ريد كاربت وكده بتكون رجليهم كده بتلمع، هو اصلا الدراي اويل هو اللي بيدي اللمعه دي، مش اي زيت عادي على فكره، عشان بس الزيت العادي مجرد ما تحطيه وتمشي في الشارع هيلم كل التراب اللي في الدنيا، لكن الدراي اويل لا، دراي اويل مش بيسيب كمان اي ملمس دهني، هو بس بيدي لمعه صحيه من غير اي ملمس دهني خالص. كمان هو بنقدر ان احنا نستعمله على شعرنا علشان بيهدي الهيشان قوي قوي، خصوصا بقى لو انت عملتي شعرك بالستريتنر او بالحراره عموما وحطيتي بس هو رشه واحده صغيره منه، هيدي لمعه حلوه قوي للشعر، غير ان هو كمان هيخلي ريحه الشعر حلوه، وكمان بيهدي الهيشان قوي. كمان عايزه اقول لكم ان هو لو انت حطيتيه مثلا قبل البرفيوم، غير ان هو ريحته حلوه، هو كمان بيثبت البرفيوم بتاعك. فبجد استعمالاته لو قعدت اتكلم عنها من هنا لبكره مش هتخلص. عايزه اقول لكم كمان ان هو دلوقتي عاملين عليه اوفر في البلاك فرايداي، طبعا بدات العروض زي ما قلت لكم، لو اشتريتيه هتاخدي عليه حاجتين هديه، اللي هو الزيت بتاع الحواجب وكمان الزيت بتاع الضوافر، كل دول هيتاخديهم مع الدراي اويل. ومن الحاجات اللي حقيقي انبهرت بالكفاءه والكواليتي بتاعتها هو الهاي تيمب ستريتنر بتاعت ستانفي. ده كده شكلها، شايفين هي قد ايه اصلا رفيعه، علشان مثلا لو عايزين تعملوا شويه ويفز كده في شعركم بعد ما تخلصوا. عايزه اقول لكم ان الستريتنر دي بتوصل درجه حرارتها ل 260 درجه، ودي على فكره درجه حراره. عايزه اقول لكم ان انا وانا بستعملها كده انا قلت بس اجربها، لكن انا بصراحه ما رشحش يعني ان انتوا طول الوقت تستعملوها على 260 درجه برده، لان ده رقم كبير قوي. اللي انا عرفته منهم كمان ان هم هيوزعوها على الصالونات وكده، علشان لو حد عايز يعمل فرد في شعره هي تستعمل مع الحاجات اللي بتعمل فرد، لان هي فعلا بتفرد الشعر بشكل رهيب. قلت اجربها على 260، بتعمل يا بنات صوت كده غريب، اللي هو بتعمل زي فايبريشن، بتفرد الشعر حرفيا من اول مره كده، خلاص عديتي على الشعرايه اتفردت. خطيره خطيره خطيره. طبعا انا زي ما قلت لكم ما رشحش ان انتوا طول الوقت تستعملوها على 260، ولكن لو حد شعره مثلا افرو فبالتالي هيكون محتاج حاجه قويه قوي قوي قوي، هتنفع معاه جدا. وطبعا زي ما انتم عارفين برده ان انا عندي برومو كود في ستانفي، وما تنسوش برده ان انا اكيد زي ما احنا متعودين كل شهر ان احنا البنات اللي هتستعمل البرومو كود بتاعي في اي براند بتكلم عليها وقلت لكم ان انا عندي فيها برومو كود زي مثلا فيفلين، ستانفي، ترافلز، وكمان تيلوفال. البراندات دي كلها اي حد هيستعمل البرومو كود بتاعي فيها يعمل سكرين شوت وهو بيستعمل البرومو كود، وبعد كده يبعت لي رقم الاوردر. لما هنزل ستوري على انستجرام واقول لكم يا بنات ابعتوا لي رقم الاوردر، وقتها هتبعتوا لي رقم الاوردر، وبعد كده بقى في الدي ام تبعتوا لي سكرين شوت ان انتوا استعملتوا فعلا البرومو كود. وطبعا هعمل لكم برده هديه حلوه جدا جدا في نهايه الشهر، ممكن بقى نعلن عنها في اول الشهر الجديد اللي هو شهر 12. المهم خلونا نرجع تاني للستريتنر دي. لو انت شعرك افرو او كيرلي او حتى ويفي ومحتاجه نتيجه الصالونات حرفيا، فالستريتنر دي ارشحها لك وانت مغمضه، ما تفكريش
وما تراجعيش ورايا، بجد خطيره خطيره يا بنات. ولو بتدوروا على ليف ان يكون صناعه مصريه فانصحكم تجربوا اللي هو ترافلز ده. عايزه اقول لكم ان البراند دي لسه جديده في الماركت وعندهم هير لاين حلو جدا جدا، انا بجربه تقريبا بقالي اسبوعين وبجد ده من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها في الهير لاين بتاعهم. عايزه اقول لكم ان كمان ريحته حلوه قوي قوي وخفيف جدا على الشعر، يعني مش هيعمل ملمس دهني. طبعا في ناس ما بتحبش اصلا فكره الليف ان، بس انا بحب الليف ان، بحب احطه على شعري مبلول وبعد كده بقى لما شعري يعني يكون مندي شويه احط السيرم. فالليف ان بتاع ترافلز ده بجد تحفه جدا جدا. واستنوا عروض البلاك فرايداي بتاعتهم علشان تشتروه بسعر كويس. انا اكيد هكلمكم عنه على انستجرام، فلو انتوا عندي على انستجرام دايما يعني شوفوا الستوريز علشان الاوفرز دي لما تكون موجوده اكلمكم عنها على طول، يعني ما حدش يروح يشتريه من غير مثلا اوفر او كده. وطبعا اكيد يعني هجيب لكم برومو كود، بس ده بجد من الحاجات الحلوه قوي قوي لو عايزين ليف ان. كمان من المنتجات المصريه اللي ابهرتني في مجال السكين كير هو تيليوفيل، اللي هو الكريم ده. الكريم ده يا بنات على قد ما هو بيرطب البشره ترطيب عميق جدا جدا جدا، على قد ما هو بيمتص بسرعه. هو اصلا جل كريم وبجد هو بيرطب البشره، يعني انا بحطه بالليل كده بحس ان انا بصحى بشرتي مبسوطه من كتر ما هي مترطبه، لدرجه ان انا ممكن اغسل بشرتي، مش اغسلها طبعا بالغسول، انا بصحى الصبح عشان انا بشرتي جافه بس بغسل بشرتي بالميه. كنت دايما الاول لما بغسل بشرتي بالميه بحس ان انا محتاجه ارطب تاني. عايزه اقول لكم ان هو بيسيب بشرتي مترطبه، لا بجد ترطيبه عظيم عظيم عظيم. هكلمكم عنه بالتفصيل بعد كده، بس حطوه في دماغكم ان انا اول ما اقول لكم ان الاوفرز بتاعتهم بدات في البلاك فرايداي اشتروه، لان هو فعلا عظمه. انا بجرب اصلا المجموعه كلها الفتره دي، ولكن الكريم ده تحديدا ابهرني. بما اننا بنتكلم على الترطيب وفي ناس كتير قوي بتحب الهيالورونيك اسيد وعايزين بقى بديل مصري، فعندنا برضو بديل مصري من براند اسمها ريتيل ده. انا كنت كلمتكم عنهم تقريبا قبل كده، مش عارفه كلمتكم على السيرم ده ولا لا، ولكن السيرم ده بيزود الترطيب فعلا في البشره. انتوا طبعا عارفين ان احنا ما ينفعش نحط السيرم وبعد كده ما نحبس عليه بكريم، فالسيرم الاول على بشره منديه، لان الهيالورونيك اسيد بيحب ان انت تكوني منديه بشرتك الاول وبعد كده بتحطي السيرم وبعد كده بتحطي الكريم. السيرم ده فعلا من انواع الهيالورونيك اسيد اللي سعرها اقتصادي اكيد، كمان براند مصريه. وبرده شوفوا مثلا الاوفرز بتاعتهم في البلاك فرايداي هتكون عامله ازاي واشتروه وبجد هيعجبكم جدا، خصوصا ان احنا داخلين على الشتاء وفي ناس بتكون محتاجه ان هي ترطب بشرتها زياده. طبعا عشان في ناس بتحط توقعات كبيره على البرودكت. الهيالورونيك اسيد يا جماعه ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيزود الترطيب في البشره، فانتوا يعني ما تستنوش منه مثلا ان هو يفتح تصبغات، ان هو يعالج هالات، لا، كل مشكله ليها ماده فعاله بتعالجها. الهيالورونيك اسيد ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيزود الترطيب، فانت لو مش محتاجه اصلا تزودي الترطيب في بشرتك فاعتقد انك مش هتكوني محتاجه الهيالورونيك اسيد، ولكن لو محتاجين فده هيكون بديل مصري تحفه. وبرده عندنا السان سكرين ده من ريتيل ده. خدوا بالكم ان انا بتكلم على السان سكرين ده اللي هو شكله فيه خط اورنج من هنا، لان هم عندهم كذا سان سكرين. السان سكرين ده يا بنات عايزه اقول لكم ان هو بيهدي البشره. انا بجد والله استغربت اصلا فكره ان هو سان سكرين وفي نفس الوقت بيهدي البشره، يعني حاجه غريبه جدا. تحسوا كده ان هو بيدي كولينج افكت، مش بيحرق العينين خالص، مش بيسبب اي تحسس. حقيقي سان سكرين تحفه. كمان اعتقد برده ان هو سعره برده في المتناول كده، فانتوا برده شوفوا العروض بتاعتهم في البلاك فرايداي. لو انت بقى بشرتك دهنيه انصحك بالكريم ده برده من ريتيل ده. انا عارفه ان انتوا هتقولوا ان هو اعلان ليهم، بس والله العظيم يعني ولا اعلان ولا اي حاجه، ومش عندي برومو كود، كان عندي واتشال او معرفش يعني هو لسه شغال ولا لا، بس يعني هو لما نزل معايا اعلان خلاص اصلا الوقت بتاعه راح. ولكن انا يعني لو في برودكت حلو اكيد هكلمكم عليه. الكريم ده حلو جدا جدا للبشره الدهنيه، لان هو كمان فيه سنتيلا، وانتوا عارفين ان السنتيلا من الحاجات اللي بتدعم حاجز البشره، وكمان بيرطب البشره كويس جدا جدا من غير اي ملمس دهني خالص. بعكس مثلا يعني شوفوا بقى، بعكس مثلا الكريم بتاع البشره الجافه. انتوا عارفين ان انا بشرتي جافه وبجد كان نفسي يعجبني. هو مش وحش خالص خالص، بس هو فيه مشكلتين. اولا ريحته، ده ما فيهوش فريجرنس خالص، ده ما فيهوش اي عطور ابدا، لكن ده ما فيهوش برده فريجرنس، ولكن هو فيه الريحه اللي هي بتاعت المواد اللي مستعمله فيه، فالريحه بتاعته مش عجباني، وانا قلت لهم كده بصراحه وهم يعني تقبلوا النقد وكل حاجه. تاني حاجه ان هو بيعرق البشره سنه، اللي هو بتاع البشره الجافه بيعرق بالبشره سنه. ممكن مثلا بعديها بحط كده المنديل على وشي، بس مش بمسح وشي، لا بحطه بس كده وخلاص. فانا يعني بقول لكم العيوب بتاعته وانتوا احرار. ولكن البشره الدهنيه لو بتدوري على كريم مرطب فانصحك بالكريم ده، هو فعلا حلو قوي قوي. وطبعا لو عايزين بادي ميست يكون برضو الثبات بتاعه معقول شويه، ولكن طبعا انتوا عارفين البادي ميست كده كده مش اكتر حاجه ثابته في الدنيا. دي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في فيفلين اللي هي سواي، بس بصراحه يعني انا من كل اصحابي انا الوحيده اللي حبيتها
ريحتها، فانا يعني عشان كده بقيت بخاف ارشحها اصلا. ولكن انا سواي بالنسبه لي هي احلى واحده. اكتر حاجه كل اصحابي اجمعوا عليها هي فايلت تويست، ودي كمان من سولان مور، ريحتها حلوه جدا جدا وكمان الثبات بتاعها حلو قوي قوي. فالاثنين دول كده لو عايزين بدايل مصريه للبادي ميست. بعد كده بقى عايزه اقول لكم انه يا جماعه الباندل دي من فيفلين بجد خطيره، سواء كان بادي لوشن او شاور جل، الاثنين اخطر من بعض. انا معرفش هم لسه موجودين في فيفلين ولا لا، لانه للاسف البادي ميست بتاعهم ما بقاش ينزل، رغم ان هو بجد كان تحفه. بجد كان اكتر برضو سنت بتعجبني في البادي ماستات القديمه تروبيكال بريز وفيري بيري. ما كنتش بحب الوايت ماسك والبينك شوجر، ما كنتش بحبهم خالص بصراحه، يعني قلت لهم اصلا مش هتكلم عنهم. لكن السنت دي اللي هو تروبيكال بريز بجد لو انتوا عايزين حاجه كده تكون الشاور جيل بتاعهم بيرغي وكمان حجمه كبير قوي 500 مللي، والبادي لوشن ده ترطيبه حلو قوي وكمان ريحته تحفه. فلو انتوا عايزين حاجه الترطيب بتاعها حلو قوي قوي وريحتها كمان حلوه، بجد بجد الاثنين دول كده ما يقلوش خالص في الكواليتي بتاعتهم عن الحاجات بتاعه باث اند بادي وركس، بجد ولا اي اختلاف في الكواليتي. فلو انتوا عايزين حاجه تكون ريحتها حلوه وكمان اقتصاديه، انا ما اعرفش بصراحه سعرهم دلوقتي كام، ولكن اعتقد برضو ان هم سعرهم اكيد اقل من باث اند بادي وركس. شوفوهم لو لسه موجودين، يعني لو هم موجودين انا هحط لكم بقى في اللينك على انستجرام. وبس كده، ده كان بارت 1 من منتجات مصريه وتستحق العالميه، وان شاء الله هنكمل بارت 2 بارت 3، وان شاء الله هيكون عندنا بدايل مصريه حلوه جدا جدا في كل حاجه. انا اعتقد ان الحاجات بتاعه الشعر موجود منها حاجات كتير قوي، ولكن البشره هي اللي لسه شويه. بس اعتقد ان انتوا اخدتوا بالكم ان احنا عندنا حاجات كتير قوي في البشره انا اتكلمت عنها في الفيديو ده. ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون برضو في حاجات اكتر عن الشعر وكده. فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوه، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. وما تنسوش تتبرعوا لغزه، وما تخلوش الشيطان يلعب في دماغكم ان التبرع ده حاجه يعني ملهاش لازمه، لا هو جهاد وجهاد عظيم جدا جدا. فلو وصلتوا بقى للحته دي اعملوا قلب اخضر او حطوا البطيخ في الكومنت علشان اعرف ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر. وبس كده، مع السلامه.